السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة معانا فيديو جديد، هو جديد ومش جديد بس في نفس الوقت هيفيدكم كتير. الفيديو النهاردة يا جماعة بيتكلم هنعمل بيتزا، عجينة بيتزا الإيطالي. أنا نزلت قبل كده الفيديو بتاع العجين البيتزا الإيطالي، والناس قعدت تقول برضه احنا عايزين في طريقة تاني ومفيش طريقة تاني. احنا هنعمل النهاردة عجينة البيتزا الإيطالي بطريقة هي مش مختلفة أوي عن المرة اللي فاتت، حاجات بسيطة بس هتطلع لك نفس التيست وهتطلع لك نفس الطعم وممكن يكون أحسن. شلنا حاجات وبدلنا حاجات، فهنتابع الشرح ونشوف طريقة العجينة الإيطالي المرة دي عاملة إزاي، وبناء على طلباتكم وتعليقاتكم. وكله بيطلب مني الفيديو تاني بتاع بيتزا العجينة الإيطالي، أنا بنزله عشان خاطركم تاني أهو. وكله معايا ويركز في الفيديو كويس، يركز في الفيديو كويس وطريقه العجين ازاي عشان تستفيد وتطلع العجينه بتاعه البيتزا الايطالي زي بتاعه المحل بالظبط. يلا بينا. اول حاجه كده يا جماعه هنجيبها 2 كيلو ونص ميه. هنوزن 2 كيلو ونص ميه بعيد عن الحله اللي احنا حاطين فيها الميه، يعني الوزن الصافي بتاع الميه 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص غير الحله اللي احنا حاطين فيها الميه، يعني ما توزنش بالحله كله 2 ونص، لا الميه صافي 2 ونص. تاني خطوة يا جماعة، احنا قلنا أول خطوة اللي هي 2 كيلو ونص مية. هنجيب بعد كده الخطوة التانية 150 جرام لبن بودرة، نص معلقة بيكنج باودر، 30 جرام خميرة فورية، 140 جرام سكر بودرة، ونيجي هنا ايه 60 جرام ملح أو 50 جرام مش هتفرق. وهنا يا جماعة 70-80 جرام زبدة نيوزيلندي أو فيرن، ومج لبن، و100 جرام زيت. هنحط الخليط ده كله فين؟ في الميه بتاعتنا اللي احنا ايه جهزناها الاول اللي هي اهي، وهندوبهم مع بعض واحده واحده. كده حطينا الزبده بتاعتنا، ونروح بعد كده حاطين الزيت ده كله في الميه، حاطين اللبن، وهنيجي نحط اللبن بودرة والملح والبيكنج باودر والسكر والخميرة الفورية، وهنقلبهم مع بعض. كده احنا فضينا كل حاجة في الحلة، هنقعد ايه ندوبهم كده بالمضرب واحدة واحدة. هدي كلهم من ايه عادي يا جماعة، اللي عايز يسيح الزبدة يسيحها مش هتفرق. ولو احنا في الشتاء وعايز تدفي المية دفيها، عايز تشتغل مش مستعجل عليها عادي عجينها بمية عادي من الحنفية من غير ما تدفيها. كده احنا كلها قلبناها خالص. هنروح بعد كده حطيناها في العجان بتاعنا. هنروح جاي بقى العجان بتاعنا اهو، ونحط فيه المية بتاعتنا اللي احنا جهزناها. كده يا جماعة كده ما بيناش الا اخر خطوة اللي هي ايه الدقيق. هنجيب على الخليط ده كله 5 كيلو دقيق. 5 كيلو دقيق هيطلع معانا كده العجينة مظبوطة، ولا بتلزق ولا ناشفة ولا أي حاجة، هتطلع معانا الخليط بالظبط. هنجيب الدقيق ونتابع مع بعض. كده احنا حطينا 5 كيلو دقيق، وهنشغل العجان ونبدأ نعمل العجينة بتاعتنا. كده يا جماعة العجينة يا جماعة زي ما انتم شايفين في نص العجنة، لا محتاجة مية ولا محتاجة دقيق ولا بتلزق ولا أي حاجة، زي ما انتم شايفين اهي، وفي نص العجنة يعني لسه ما كملتش العجين بتاعها، لسه ما خلصناش العجان. بمعنى ايه؟ ان احنا فصلنا العجان في نص العجنة عشان اوريكم العجينة عاملة ازاي. هنشغل العجان ونكمل فيها شوية، نخليها شوية في العجان عشان ايه تطلع معانا ايه تلاقيها ناعمة وطرية معاك وشغالة زي الفل. زي ما انتوا كده شايفين كده العجينة يا جماعة خلصت معانا زي ما انتوا شايفين. هنيجي بقى نفرد فورمة دلوقتي وهنشوفها تخمر معانا ازاي، وبعد ما تخمر هوريها لكم بقى شكلها عامل ازاي. هنفرد فورمة
كده احنا فردنا فورمه وسيبناها وهنغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع، ونشوف خميرها عامل ازاي. كده يا جماعة سيبناها بالظبط لمدة 50 دقيقة بالظبط، ورجعت لها تاني وهنكشفها نشوف الخمير بتاعها عامل ازاي. بصوا يا جماعة حمرانة ازاي، تبقى معاك 100 فل و10 في البيتزا، تعمل لها حرف وتشتغل بيها على طول. وبكده يا جماعة يبقى احنا خلصنا عجينة البيتزا الايطالي زي ما انتوا كده شفتوها، ووريتها لكم بالمقادير بالظبط واحدة واحدة. ودي مختلفة عن الطريقة اللي انا نزلتها قبل كده، دي طريقة سهلة وطريقة مش مكلفة، مش بتاخد معانا وقت، واي حد يقدر يعملها. الطريقة اللي قبل كده كانت مختلفة، فبالطريقة دي برضو نفس الموضوع، بتطلع نفس التست ونفس الطعم ونفس كل حاجة. جربوها وهتدعوا لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.